طب هذا السلام عليكم، حياكم الله. بلال أبو شعيب على اليوتيوب. هذا بث مباشر، حاط كاميرا فوق، الجودة مو هالقد، فهذا أصور من الكمبيوتر. لحظة تفقيس 3 أفراغ. طبعا الأم هي اللي فقستهم، بس ما لحقت أصور. لاحظت إن البيض يبدأ بكسر صغير وهي تكمل الباقي تفتحها، فهم دا ينظفون هسه الأفراغ. فهاي من فوق شغالة الكاميرا، دا أنقل من تلفون ثاني، يعني أعتذر على الجودة الرديئة أو التصوير الموالد، لكن حبيت تشوفون هذا الشي وأنا وياكم. بعدها تعود بالفراخ بعد، شنو ليش ما ندري. طبعا لاحظت هما تو فقسوا من البيضة، راحت وجابت الدود ورادت تطعمهم، بس ما أكلوا. سبحان الله. نطفي الفلاش، ماشي الكاميرا لا. شغلنا الفلاش منه، شوف أحسن. يا ريت تقوم نشوف من الفراخ، بس شكلها ما راح تقوم. بعدني عبرت مدتهم وتوقعت انهم 4 بيضات فازداد، لكن سبحان الله اليوم كنت اليوم كنت ناوي اليوم باشر اشيلهم، لانه من يعبر مدتهم الاحسن واحد يشيل البيض وذبه حتى تبيض مو كامل. شكلها ما راح تكون. راح ننتظر شوية بلش تقوم نشوفكم الفراخ. تو مفرخات يوم 19/6/2017 الساعة 21:35. وهنا على الكمبيوتر هذا التاريخ. ما راح تقوم. طيب ان شاء الله اتمنى من الله انه الفراخ تعيش، لانه نظرا الجو فوق حيل حار،
اليوم حطيت لهم بنكة وقاعد يشتغل شوية تبرد عليهم، بس ما شاء الله ما تجيب غير الهواء الحار. فأتمنى إن شاء الله ما يصير شي على الفراخ، وكل هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. يا الله، شوفوا ذني 3 والبيضة الرابعة جواتها. طبعا واحد من الأفراخ كان ذابته برا، والحمد لله لحقت عليه، كان ملزوق بالبيض، وحاولت بللت شوية البيضة وتنقع، وقلت بدأت أشيل القشر من عليه، وعلى طول والله رجعته بالعيش. شو والله ما رجعت ذبته بعد، إن شاء الله يكون عايش، لأنه شفته خطيه شوية دم بظهره، فإن شاء الله. شوفوا هذه الفراخ أبو عمر دقائق، ايش كبرها طبعا ما تتعدى أصبع الإبهام، يعني رأس أصبع الإبهام حجمها، قد البيض. حبيت أشوفكم هاي اللحظات الحلوة، أتمنى ربي يشوفها عند كل مربي ويرزق الجميع إن شاء الله. شوف توكلهم ما توكلهم ما عندي. شوف سبحان الله، حاضنين البيضة الثالثة أو الرابعة قصدي، حاضنين حضن كلهم. شوفوا هذا اللي رجعته بعد الصفار، مكة عامل المذيع بطنه، فيمكن نفقس على وقت أو مو وقت شوية. مرة ثانية أعتذرلكم عن التصوير اللي مو هالقد، مثل ما قلت لكم إنه هذه الكاميرا منصوبة فوق، حاطها فوق العش. إن شاء الله تنال إعجابكم إخوان، لا تنسونا لا تبخلوا عننا باللايكات والنشر، واللي حب توصل كل الفيديوهات لا ينسى الاشتراك طبعا أكيد بالقناة. أنا ردت والله اللحظات اللي شفتها كانت تكسر البيض، ما لحقت أصورها.